السلام عليكم. هعمل معاكم النهارده اقراص الجمبري، وصفه لذيذه جدا تنفع تعملوها سندوتشات مع مايونيز وخس او كصنف جانبي. تعالوا نبدأ الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الأقراص دي اللي هنعملها مع بعض النهاردة. معايا نص جمبري الخاص بالكفتة، علشان الخاص بالكفتة ده علشان بيكون له عرق بيخلي الكفتة تمسك ما تفكش، أو الأقراص اللي هنعملها. معايا بقى بصلة صغيرة، معايا كمان 3 فصوص من الثوم، معايا شوية من الشبت والكزبرة والبصل الأخضر. هاخد من كل حاجة شوية صغيرة، يعني قد كده لو اتفرمهم هيكون من كل حاجة معلقة أو معلقة ونص. كمان معايا معلقتين من الدقيق. هجيب بقى الكبة بتاعتي، هحط فيها البصل، وهحط البصل الأخضر، وهحط الكزبرة والشبت، وكمان الثوم. هفرمهم بقى في الكبة كويس بالشكل ده. هحط عليهم الدقيق اللي هو عبارة عن معلقتين مليانين هرميين. هفرمهم تاني مع بعض. هاخد الحاجات اللي فرمتها دي وهحطها في بولة. بقى الجمبري زي ما هو كده هحطه على الخليط اللي عملته، ما فرمتهوش ولا اي حاجه، علشان كده قلت لكم هاتوه حجم صغير. بالنسبه بقى للبهارات اللي معايا، هحط نص معلقه صغيره من الشطه والكزبره والفلفل الاسود وبهار السمك والكمون، واحط معلقه صغيره ممسوحه من الملح. تقدري تحطي الملح على حسب رغبتك. وهقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا. وهحط من يعني كل شويه هحط معلقه ميه كده. زودت كمان معلقه من الدقيق هرميه حطيتها عليها. وكل لو لقيت الخليط سائل شويه تقدري تزودي دقيق زي ما انت عايزه، مفيش مشكله خالص. جبت بقى الهراسه بتاعت البطاطس وهرست كده في الخليط علشان الجمبري يتقطع معايا، لان مش عايزاه يكون مفروم. معايا نص معلقه كبيره من الهريسه السبايسي، حطيتها على الخليط ده وقلبت بقى كويس كده. بصوا الخليط بيكون عامل ازاي، بيكون جوسي شويه. حطيت كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، او تقدروا تحطوا بيكربونات الصوديوم. كمان حطيت بيضه، البيضه هنا طلعت بصفارين. وقلبت كل الخليط، جبت كويس جدا مع بعض. وجبت بولة الايس كريم وحطيت زيت غزير في طاسة او ووك وسبته يسخن، وعملت ببولة الايس كريم وحطيت كده وحدات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ما عندكيش تقدري تعمليها بايدك، بس تبلي ايدك مية عشان تقدري تمسكيها، او ما عرفتيش تمسكيها بايدك تقدري تعمليها بمعلقة، لان بيكون الخليط سائل شوية مش هتقدري تتحكمي فيه. ولما تاخد لون حاولوا ان انتم ما تقلبوهاش قبل ما تاخد اللون، لان هتلاقوها اتفكت منكم قطع صغيرة. سيبوها لما تاخد لون، وده هيبان من الجوانب. ساعتها تقلبوها على الجنب التاني لغاية ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه ده. تقدروا بقى تطلعوها على مصفى او على مناشف، ويستحسن ان انتوا تطلعوها في مصفى لو حابينها تكون كريسبي شوية. بس بتاخد اللون ده بقى، وبعد ما نطلعها نسيبها تتصفى على المصفى او على المناشف. وتعالوا بقى نشوفها مع بعض. وكل ما تطلعوا جزء حطوا الجزء التاني. حطيتها بقى رصيتها بالشكل ده مع شوية بقدونس او شبت، جميلة جدا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. ولو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لسفرة ايدي. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.